في أولى مباريات الفريق الاستعدادية للموسم الجديد بيشارك فريق السلة ببطولة الدوحة الدولية. المباراة الأولى كانت أمام الأهلي الليبي المدجج بالنجوم، باريس بيتي هدفهم واللي جاب 20 نقطة قصادنا، وطبعا إسر ماجوك السنتر الكبير، وسليماني دياباتي اللاعب اللي كان عندنا. الزمالك زي ما احنا عارفين بيشارك في البطولة من غير محترفين، وكمان من غير مهاب ياسر المصاب والمشد عبد الناصر علشان مشاكل التجنيد. يعني الفريق بيغيب عنه اهم سنتر الموسم الماضي واللي كان تاني افضل لاعب بعد عمر هشام، ومهاب ياسر اللاعب الفذ وافضل لاعب الفريق في العموم، وكمان من غير محترف. وقدر الفريق ينتصر 72-65 في مباراة اظهر الزمالك فيها شراسة دفاعية مع الكوتش احمد مرعي. بس خلص لعب يا قلبي احمد الاحمر. شارك ثلاثي الزمالك المنضم حديثا احمد اسماعيل وادهم العيده وعلي عمر. احمد اسماعيل بيقدم اداء جيد نوعا ما في اداء مهامه، يمكن بيعيبه انه مش متمكن قوي في التسجيل في حاله الدفاع عليه، يعني مش هيستخدم لك ميديم شوت اللي عند الوقت اللي شفناه منه يعني، او ما بيستخدمش الحلقه كويس، ما بياكلش المدافع بالمعنى الاصح، لكنه بيحتاج مساحات، لكنه برضه في نفس الوقت بيحرك الملعب حلو وبيدافع بقوة. في المجمل اسماعيل لعب 27 دقيقة، جاب 10 نقط و10 ريباوند و2 اسيست وستيل، وهو الوحيد اللي عمل الدبل. ال10 نقط اللي جابهم الفيلد جول بتاعه 11 من 5. بعد اكتمال السناتر بوجود المشد وعبد الناصر ان شاء الله هنشوف جودة اعلى منهم. اما الصفقة التانية الكاتشر اند شوت اللي كان بيشوط في حالات دفاعية ضيقة عليه، ورغم كده قدم 12 نقطة، 1 من 2 2 بوينت يعني تحت الباسكت يعني، و3 من 9 على الثلاثيات، وده رقم كويس وان شاء الله يزيد في المستقبل معاه، بس النسبة ديت لو فضلت كده انا مش هعترض بتاتا. وطبعا هتزيد ليه؟ لانك هيبقى في محترف، هو اللعيب نفسه هياخد ودي معاك، هيتدرب اكتر، وهيكون في محترف يفتح له المساحات، ودي اهم حاجه. كمان قدم ادهم رقم مميز على مستوى الدفاع، انه عمل 5 ستيل و3 ريباوند، ودي حاجه مش متعودين عليها، ده 5 ستيل. اما الصفقه الاخيره علي عمر فيمكن قدم المستوى الطبيعي بتاعه واللي ما تطمعوش منه باكتر من كده، هو جاي عشان يريح وليد عبد الجواد وعزب، يحرك الملعب شويه، يمكن يديك نقط على مستوى المباراه. فهو قدم 7 نقط لكن من 3 من 10 فيلد جول، وكمان ارتكب 4 تيرن اوفر. اما بقى القدامى فمعانا الملك بتاعنا عمر هشام بيفوز براجل المباراه بعد ما قدم 16 نقطه و5 ريباوند و5 اسيست. احمد عزب جاب 14 نقطه منهم 4 من 6 على الثري بوينت، رقم جبار. مباراه اولى جيده للفريق المصري وبيثبت انه اصبح اقوى من الموسم الماضي، لكن عشان ما نتهاونش الفريق مش هيقدم اللي بتطلبه منه غير لما صفوفه تكتمل، المحترف ومهاب ياسر والمشد. فمن دلوقتي لازم المشد وعبد الناصر نحارب علشان ينضموا لبعثة الفريق اللي هتلعب السوبر في البحرين مع الاهلي يوم 25/10، وكمان لازم نضم محترف. تاني المباريات ان شاء الله هتبقى النهارده الساعة 10:15 على قنوات الكاس مع فريق ميراكلو الفلبيني، وده تحدي اخر جيد نتمنى نتفوق فيه. اشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.